مع الاستاذ المحافظ علاء ابو الريش، برنامج اخلاق بلدنا المذاع على الفيسبوك. هناخد وقت حضرتك دقيقه واحده بس. احنا شفنا كذا موقف يعني في سوهاج وفي اسنا قبل كده، مواسير الصرف الصحي اللي ضربت وانفجرت. يعني هل في نطمن بلدنا ونطمن ناسنا واهالينا اثناء ضخ المواسير مش هنغرق وبيوتنا طبعا هتعوم؟ اثناء ضخ الميه، مش ضخ المواسير، ضخ الميه ضخ الميه في المواسير. بطمنك. وحضرتك طبعا عارف ان احنا في قرى ونجوع، ان ديت في الهيئه القوميه عندنا وشركه الميه ناس عندهم خبره وكفاءه وبيستلموا كل حاجه، وفي مكتب دار الهندسه هنا هو اللي بيستلم، الاستشاري لمجلس الوزراء هو اللي بيقوم بالاستلام. فبطمنكم ان كل اعمالها تكون مطابقه بمواصفات. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. الرمادي ديت بتسقي الارض اللي في الجبل، ففي مسافه كيلو بعيد لحد المحطه بتاعت الرفع. فاحنا كنا عايزين محطه اول لنهايه الترعه ترفع تجيب المحطه اللي بعديها عشان تقلل اللي هو المنسوب اللي هو اللي عالي. لكن الحل ان احنا نشغل الصرف الصحي ده مش حل عشان المستوى بتاع الميه عالي. فاحنا كنا عايزين محطه. لا يعني انت كلامك الميه ما توصلش لنهايه الاراضي. بص يا فندم، هي بتوصل للاراضي يا فندم، بس في مسافه كبيره بين اول محطه. محجوزه الميه.